السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ النهاردة بقى ان شاء الله هنعمل حاجة كده خفيفة على الجيب وخفيفة برضو على الاكل ان شاء الله. هنا بسم الله عندنا كيلو دقيق، اللي حابب يحط نص كيلو ماشي برضو. وعندنا رشة ملح ومعلقة سكر كبيرة، وعندي هنا مقدار المية على حسب الدقيق هياخد معاكي قد ايه. هنفضل هنا نحط المية واحدة واحدة زي ما اتعودنا كده في كل الفيديوهات المعجنات، لحد ما العجينة تلم خالص معانا كده. انا عايزاها عجينة قاسية كده وما بتلزقش في الايد. وابدأ اخدمها كده زي ما وريتكم. لازما يا جماعة ابدأ ان انا اعملها على الرخامة كده لمدة 10 دقايق لحد العجينة ما تنعم في ايديا. وبعد كده هقسم العجينة كده نصين. وبعد كده هعملها زي الرول كده زي ما انتوا شايفين اهو. عملتها نصين علشان ده يا جماعة كيلو دقيق. واللي حابب يعمل نص كيلو برضو يعمل. انا عملت هنا رول وبقطعها كده كويرات. انا عملتها 24 قطعة، يعني الكيلو هيجي 24 قطعة. وبعد كده هكورها زي ما انتوا شايفين كده، وهجيب صينية ادهنها دهنة زيت، وبعد كده هحط الكور عليها كلها وهدهنها كلها زيت برضو كده. وبعد كده هسيبها ترتاح لمدة مثلا ساعة. كل ما تريحيها اكتر كل ما تيجي تفرديها هتفرد معاكي بكل سهولة. بعد ما ادهنها كلها هجيب اي كيس بلاستيك، وبعد كده هروح اغطيها. وبعد كده هسيبها لمدة ساعة ساعتين على قد ما انتي تقدري، علشان المدة دي يا جماعة لما نيجي نفرد العجينة هتفرد معايا بكل سهولة وتبقى سهلة معايا وما تغلبنيش. زي ما انتوا شايفين كده وقلتلكوا. وهدهن على الوش دهنة زيت. لازما يا جماعة دهنة الزيت دي علشان العجين ما ينشفش مني. وهغطيه بكيس بلاستيك وبعد كده هسيبه وهنرجع لكم تاني. كده بعد مرور ساعتين يا جماعة شايفين بقولكوا ان الملمسها طري خالص اهي. وبعد كده هجيب هنا دهنة زيت وافردها كده، وبعد كده هفرد العجينة زي ما انتوا شايفين كده لحد ما تورق معايا وسمكها يبقى رفيع خالص، لدرجة ان الصينية اللي انا بفرد عليها تكون باينة من العجينة. وما تقلقوش يا جماعة لما تتقطع كده منكم، انا كده كده هلم العجينة. ودي زبدة سايحة. هفردها كلها على العجينة كده وابدأ اطبق زي ما انتوا شايفين كده، واحط سمنة برضو واطبق كده، وبعد كده هفردها. ودي هركنها على جنب. هجيب قطعة تاني وبرضو هفرد بالزيت يا جماعة. لازما نقطة الزيت دي علشان يساعد الفرد معايا بسرعة. هفردها زي ما انتوا شايفين كده برضو زي الاولانية، وبعد كده هدهن زبدة. وبعد كده هجيب اللي انا طبقتها الاول هحطها في النص علشان دي يا جماعة اللي هتشيل الحشوة. ده كاستر انا عملته كذا مرة على القناة. وعليه رشة زبيب. ودي كنافة متحمرة كده بمعلقة سمنة على البوتاجاز. وبعد كده هروح مطبقة عليه كده على الحشوة، واحط برضو معلقة زبدة واطبقها كده من الجناب يا جماعة، واعملها كورة مدورة كده واركنها على جنب، وادهن وشها زبدة برضو. وبعد كده هركنها ترتاح لحد ما اخلص الكورات كلها. دي طريقة، والتانية دي طريقة تانية مختلفة خالص. انا جبت لكم اسهل طريقتين، واللي انت تشوفيها سهلة بالنسبة لك هي دي اللي امشي عليها. الطريقة دي يا جماعة برضو بنفردها لحد ما تورق معانا كده، بس بنجيب السكينة وبنقطع خطوط كده قصاد بعض زي ما انتوا شايفين كده موضح في الصورة. خط من هنا وقصاده خط من الناحية التانية، بس لازما الخطين يكونوا قصاد بعض. وبعد كده دهنتها زبدة. وبعد كده حطيت الحشوة كنافة برضو وعليها الكاستر، وبتني واحدة من هنا وواحدة من هنا، وبعد كده باخدها كلها على النص زي ما انتوا شايفين، وباخد الاطراف وبرضو من النص وباخد الاطراف لحد ما اخلص كل الاطراف بتاعتي، وبنمها كده تحت العجينة، وبرضو بدهن الوش سمنة، وبعد كده بركنها ترتاح. وبعد كده انا كده خلصت كل المقدار اهو.
اللي انا بشاور لكم عليها دي يا جماعة اللي هي كانت مدورة وفيها طبقات حماية، والباقي كله زي اللي انا عملته بالسكينة عملته بنفس الطريقة. بعد ما ارتاحت بقى نص ساعة باجي برضه احط نقطة زيت وافردها كده، الفطيرة نفسها اهي بفردها واوسعها، وبعد كده هجيب اي جريل عندك، اي طاسة بحط فيها معلقة زبدة زي ما انتوا شايفين كده، تسيح خالص كده، وبعد كده بنحط عليها الفطير. الفطير بتاع النهاردة يا جماعة هو الفطير الشرقي، سهل جدا واقتصادي وغير مكلف. انا حطيت كده الفطيرة، وبعد كده بجيب غطا بغطيها علشان تورق وتقب معايا وتبقى مورقة من جوه كده. بنشوف الجنب الاولاني احمر ولا لا، اهو خد لون خفيف كده، فقلبته على الناحية التانية، وبعد كده بنغطيها ونرجع تاني نقلبها، وهكذا يا جماعة. الطريقة دي بتخليه يورق معايا. وهنا بدهن دهنة زبدة علشان تبقى بتلمح كده وشكلها جميل وحلو، وهقلبها برضو على الجنب التاني لحد ما ياخد اللون المطلوب اللي انتوا تحبوه. هنا خد لون ذهبي جميل من الناحيتين. هقدمها بقى في طبق التقديم. اول وهي سخنة كده بنرش عليها رشة سكر. وبعد كده شايفين التوريقة يا جماعة، ممكن نلفها كده زي انا ما بقول لكم، وممكن شايفين التوريقة والحشوة من جوه. دي طريقة تقديم، وفي طريقة تقديم تانية دي برضو رشة سكر بودرة وعليها لبن حليب، برضو بيخليها طعمها جميل وطري وحلو وبيعجب ولادنا وبيعجب كل اللي بيدوقوا وهم في المحلات بيعملوا كده يا جماعة. جربوا الطريقة ديت ان شاء الله، اقتصادية وسهلة. شايفين الحشوة من جوه، شايفين الفطير مورق وجميل ازاي واقتصادي. شايفين الكمية دي كلها، طبعا الولاد كانوا برضو شوية، فهم دول اللي لحقت نصوره لكم. طبعا كيلو الدقيق قطع بسم الله ما شاء الله 23 فطيرة، والسلام عليكم.